السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بحلوه جافه، حلوه الزمن الجميل، بزاف بنينه توالم بزاف مع قهوه حليب، اللي هي حلوه مول الشاش. حلوه اقتصاديه بسيطه، طريقه التحضير تاعها سهله بزاف، برك فيها خطوات لازم نتبعوهم باش تخرج لنا ناجحه، والعجينه تاعها تخرج خفيفه. يعني الحلوه هذه تخرج خفيفه وبزاف بنينه. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي، يعني حلوه بسيطه بصح تجي بزاف بنينه، ويعني تحمر الوجه مم هكذا الضياف تحطوها ولا تجي بزاف بنينه. شوفوا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها. شوفوا كيفاش نقسم، يعني بكل سهوله تذوب في الفم ذوبان. نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش تخليو لي جيم للفيديو هكذا باش يوصل كامل المشتركين فضلا وليس امرا. ونبداو بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه نبدا بها المارغرين، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني نخرجوها من الفريجيدار، ما تكونش بارده بزاف، يعني ما تكونش بارده، تكون طريه. نزيد عليها كاس ناقص صباع واحد سكر غلاس. هنا لازم نغربلو السكر غلاس تاعنا. هكذا راح نزيد عليها ملعقه صغيره تكون معمره مليح تاع لافاني، ورشه تاع الملح ما نساوهاش. هنا نقدروا نحطوا حتى مبشور الليمون، زست دو سيترون اللي راح يمد لها بنه وريحه بزاف شابه. نزيد عليهم هنايا زوج بيضات كاملين وواحده صفار. نفصل الصفار على البياض، نحط غير الصفار، والبياض نحتفظ به في الثلاجه، نغطيه مليح كما نقدروا نحطوه في الكونجيلاتور. وقت اللي نسحقوه نجبدوه. نجيب هنايا باتور ونقعد نضرب في هاد المكونات، نضربهم مليح كما نقدروا نخدموا غير بالفوي. هنا بالنسبه للمبتدئات، يعني باش الطريقه تجيكم سهله اكثر واكثر، نقدروا ما نخلطوش كامل المكونات على خطره، نخلطوا السكر غلاس مع المارغرين مليح مليح، بعدها نضيفوا البيض حبه بحبه، يعني نحطوا حبه ونخلطوا ونزيدوا حبه ثانيه والصفار هكذا باش تجيكم طريقه سهله. المهم نخلطوا مليح حتى لين تحصلوا على كريمه كما راكم تشوفوا، يكون خليط كريمي، ما يكونش مفكك، يعني يكون بهذا القوام، خليط متماسك وكريمي. هنايا نبدا نضيف في النواشف. الكاس الاول تاع الفرينه نحطو نغربلو، ونزيد نصف ملعقه صغيره تاع الشاي، هذيك تاع لاتاي، نصف ملعقه فقط، ما نكتروش بزاف باش الشكل تاعو ما يتغيرش. نزيد الكاس الثاني ونخلط. هنا نقدروا نكملوا بالسباتول اللي ما تحبش يعني تخدم، لكن لازم نحطوا اليد تاعنا باش نعرفوا القوام تاع العجينه. نبدا نخلط هكذا غير بالاصابع، ما نعجنوهاش، هكذا بهذه الطريقه. درت في الاول زوج كيسان تاع الفرينه، وفي الاخير هنا نبدا نكمل بالمايزينا. نحط الكاس الثالث اللي هو تاع المايزينا. هنايا الكل حطيت زوج كيسان تاع الفرينه وزوج كيسان تاع المايزينا. هاد الحلوه كاين اللي يخدموها غير بالنشابرك، انا شخصيا ما نحبهاش بالنشابرك، يعني تجيني فيها واحد البنه، نحب نخلط لها. كما نقدروا نحطوا 6 كيسان تاع الفرينه والرابع مايزينا. هكذا نزيد الكاس الثاني تاع المايزينا. هنا بالنسبه كما قلت لي ما يحبوهاش كامل بالمايزينا، نحطوا زوج كيسان تاع الفرينه وزوج كيسان تاع المايزينا. هكذا نخلطوا غير بالاصابع، نقعدوا نلموا في العجينه تاعنا حتى لين تحصلوا على عجينه طريه وتتلاصق في اليد. هنايا شوفوا اليد اللي راني نخدم بها، يعني تكون العجينه لصقه فيها. دائما نديروا تيست باليد اللي ناشفه كما راكم تشوفوا هنايا، يعني راهي تتلاصق شويه. نزيد لها ملعقه كبيره تاع النشا ولا تاع الفرينه هكذا. المهم ما نكثروش بزاف، ماشي كي نشوفوها يعني تتلاصق بزاف نروحو نزيدوا لها كميه كبيره، وراح العجينه تاعنا ما تكونش ناجحه، وراح الحلوه تاعنا تتشقق لنا بزاف. شوفوا هنايا العجينه تكون طريه وتتلاصق في اليد. نحي مليح هذيك الفرينه العجينه من يدي ونشوف يعني الا شفتها تتلاصق بزاف نزيد لها شويه، الا شفتها يعني مليحه نخليها، ولا نسيي حبه نحطوها في الفرن. نشعلوا الفرن تاعنا من قبل ب10 دقائق ولا ربع ساعه، نديروا حبه ولا زوج ونشوفوا يعني ندخلوها للفرن. الا شفناها شدت روحها ولا الشكل تاعها ما تغيرش نخليوها. الا الشكل تاعها تغير بزاف ويعني هنا يكون خاصها
كميه كبيره تاع النواشف، يعني نزيدوا لها حوالي ملعقه ولا زوج تاع المايزينا حتى اللي تشد روحها. هكذا كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما كملت كامل نجيب هاد لادوي، راح نخدم بهاد لادوي نشكلهم هكذا، نحاول كيفاش نعجنها شويه في يدي هذيك العجينه باش تجيني ملساء، ونحط في لادوي ونخرجها بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله. وكي نشكلها نحاول نرفدها ونجبدها شويه باش ما تجينيش بزاف خشينه، ندورها بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا ونعطيها هذا الشكل هكذا. نحاول كيفاش نسقمها ونحطها في السنيوه، نديروا لها بابي كويسون ولا نرشوها بشويه تاع الفارينه. يعني هاد الحلوه ما تخافوش ما راش راح تلصق. فوالا نشكلها بهذه الطريقه نخرجها كامل. يعني هنا الشكل نتوما ولا الحجم نتوما تتحكموا فيه، تحبوا حبات كبار ولا حبات صغار. انا درتهم صراحه درت حبات كبار شويه، تقدروا تصغروهم. هكذا راح نكملهم كامل بنفس الطريقه. بعد ما نكمل كامل الفرن تاعي راني مشعلته مقبل، نشعلوه ب10 دقائق حتى لربع ساعه مقبل على 180 درجه. ونحطوا الحلوه تاعنا ونخليوها تدي لون يعني ذهبي، ما تكونش بزاف. ما نحبش الحلوه هذه تكون الشكل تاعها يجي ابيض، يعني قد ما تتحمر شويه راح تجينا بنينه. شوفوا هنايا انايا خليتها طابت مليح سخطو من تحت مع الحلوه. يعني هذه تحب تكون شويه طيبه، واللي يحبها على بياض يخليها على بياض. نجيب هنايا في الاخير كميه تاع المعجون المشماش وشويه تاع النواه كوكو، ونقدروا حتى الكاوكاو نحمصوه ونرحيوه شويه خشين ونحطوه هكذا بهذه الطريقه. نحط حبه على حبه، نحاولوا نديروهم كامل كيف باش كي نحطوا حبه على حبه تجينا سوا سوا هكذا. نحطهم هكذا، ندير لهم في الاطراف نواه كوكو بهذا الشكل، وراح نتحصلوا على هذه الحلوه اللي تجي بزاف هايله، ريحتها ما شاء الله تجي بزاف بنينه مع القهوه. وهنا بعد ما نكملها كامل نقدموها بهذه الطريقه، يعني تجي ما شاء الله حلوه خفيفه بنينه واقتصاديه، تجي بزاف بنينه. ونقدروا نخدموها حتى بالزيت، راح نحط لكم الوصفه ان شاء الله بالزيت وتجي من اروع ما يكون، تجي بزاف هايله. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي. يعني محبين القهوه الحلويات الجافه مع القهوه ننصحكم باش تجربوها، حلوه سهله وبزاف بنينه. راح نقسمها معكم كما شفتوا في اول الفيديو، يعني ما تسحقش كامل الجهد. شوفوا غير نحط الموس يهبط وحده تجي يعني تذوب ذوبان في الفم، صدقوني تجي بزاف بنينه. يعني هذه الحلوه معروفه من زمان ومن زمان نحضروها. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي جيم البنات، والى فيديو اخر باذن الله. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.